يسعد لي صباحكم ومساكم صبايا، كيفكم؟ ايش اخباركم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله كلياتكم بألف صحة وعافية. بالبداية خلينا نصلي على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين بإذن رب العالمين. بهذا الفيديو صبايا روتين تحفيزي، نشاط همة وقبل رمضان، وهو فيديو يعني بيحفز على النشاط والهمة، وبتمنى ينال اعجابكم. واذا عجبكم الفيديو صبايا، واكيد هذا الجزء الاول، واذا عجبكم الفيديو ما تنسوني من اللايك والاشتراك والضغط على زر الجرس مشان يصلكم كل جديد، فضلا فضلا وليس امرا. واكيد هذا الفيديو يعني متعب كتير، تعرفوا تصوير وتعزيل كتير متعب، وكان كتير طويل، يعني شيء تقريبا هذا الجزء الاول شيء تقريبا ساعة ونص. انا عملت له مونتاج، يعني صار تقريبا الثلث ساعة 25 دقيقة. يعني حاولت قدر الامكان انه اقصر فيه مشان ما تملوا كمان، وبنفس الوقت تاخدوا الافكار اللي تفيدكم وتساعدكم او تحفزكم على النشاط والحيوية والهمة. وخليكن معي صبايا ونبلش الفيديو. حضروا فنجان القهوة، وبدها فنجان قهوة، وتابعوا الفيديو من الأول للأخير. حبيت أفرجيكم المشتريات في رمضان، يعني بنجهز هيك كم شغلة، يعني تغيير شكل. عندي هنيني الزيت تعباني بغيرهم قبل رمضان. تعرفوا واحد شوي بغير شغلات، بجهز حاله رمضان بكل شيء، هم نفس الجد وبالبيت هيك انه يغير شوي واحد جو البيت والروتين، لانه عم نستقبل شهر رمضان، وان شاء الله هيك الله يقوينا ويثبت ايماننا وهالشهر الفضيل والعبادة اكيد. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. شايفين صبايا؟ حبيتهم كتير، حبيت انه اخذهم. القديمات عندي كتير تعبانين وكتير يعني ما طلعوا مناح. شايفين؟ حبيت موديلهم، خاصة الخشبيات، كتير بحب الخشبيات كتير. هدول اخذتهم هلا بنليفهم. كمان اخذت هدول على البهارات. شايفين؟ كتير كيوت وحلوين. بحط فيهم بهارات، وبدي اجيب كمان هاد الاتيكيت، بحط اتيكيت مشان كل واحد يعرف شو هاد. يعني في اوقات بتخربطي بين الكاري، بهارات الكبسة، يعني في شغلات بتكون شبيهة. قلت الافضل واحد بيحط الاتيكيت. هدول اخذت منهم كمان. شايفين؟ حلوين كتير، حبيتهم. بنشوف بنعبي فيهم بهارات، هلا بغسلهم وبنشفهم، بنعبي فيهم بهارات وبشوف وين بحطهم. اخذت 12 وحده. وفي عندي شيء ثاني بس عم بستنى يجيني الاغطيه فرجيكم اياهم. هدول كمان اناني الصودا، من فتره هيك يعني وقت واحد بيشتري اوقات صودا، ايه جمعتهم شي 12 وحده كمان. وفي هيك بيجي مثل الفلينه هيك غطا، هاد بستنى ليجيني بس من ترانديول. اخذت من الفاتح، عم طلعوا كبار للاسف، يعني طلعوا كبار. افرجيكم اياهم. شايفين؟ اخذت من هدول، ما طلعوا كبار كتير، يعني ما خرج صعب. يعني قلت 12 قنينة من هدول بعبي فيهم بهارات، اخذت 12 من هدول، يعني نحط فيهم بهاراتهم بصير ارتب وانظم.
مثل ما شايفين. وهي اخذتها اوقات لسهولة اوقات برق العجينة، يعني مجال عندي المجلة كتير ضيق، بهي افضل على المجلة. هذول هن العلب، 12 علبة اخذت، وعندي 12 كمان قنينة، بصير 24 بكفي. هلا بنليفهم وبنشفهم وبنعبي البهارات فيهم مثل ما انتم شايفين. شايفين حبيتها كتير هاي، بتساعدني هيك بالش اسمها وقت اللي بمد العجينة على المجلة، انه الشوك وقت بعمل هيك ما في مجال ضيق. هي حسيتها هيك انه اسهل اوقات بتحطي العجينة وبتمدي. شايفين؟ وبنساوي كتير معجنات. مالكم شايفين؟ هلا بنبلش بالتلييفات. بسم الله. يعني بلوره كمان مو رقيق، يعني هي في منه بيجي كتير غالي، وبنفس الوقت بلوره يعني رقيق. نجيب شغله هلا بنبلش بتنشيف الاغراض. مثل شايفين هلا انظف هذا المكان مشان بدي احط، يعني نعمل تنظيفه هون مشان احط كمان قليل الزيت على نظافه. هدول كتير يعني طلعوا مو مناح. هذا الغطا بالزور حتى ينفتح، ما عم ينفتح ابدا، وهم راح لونه، وهم القط هون كمان القطية فورا تنكسر، يعني ما مو عملي ابدا. شايفين بتحطي ايه؟
هلا هون صبايا بالنسبة للغاز أنا كنت أفكه، يعني أفكه بالفك براغي، أفكه من تحت وأغسله كتير منيح وأنظفه، بس للأسف صار يصدي من جوا، وعندي يعني عين من عيون الغاز كمان يعني من الصدى انكسرت، بس مشان هيك هلا ما عفكه، يعني كنت أغسله كله وأفكه من جوا ومن برا، بس حاليا ما عفكه والله. بهالطريقة عم نطفه.
انت اللي عايزة عربية بالقلاية. هلا هون صبايا مثل ما انتم شايفين حبيت كمان احط شي افادة بهذا الفيديو، مو بس تنظيف وترتيب. تحضير يعني بهالمعمعة وبهالتعزيز. ايه سويت هذا المخلل. هون عندي هذا مخلل الملفوف الابيض. نفس العيار انا بستخدمه لكل المخللات، يعني اعتمدوا هاي الطريقة وعن جد بيطلع معكم مخلل ناجح 100%، وعلى طريقتي وبنفس الوقت بيدوم عندك وما بيصله ابدا شيء. بالنسبة للمعيار لكل المخللات بعير هذا المعيار. لكل كاسة مي بحط معلقة كبيرة
ملح. الملح هذا الصخري، يعني هذا الخشن. وبحط نص معلقة ملح ليمون، ومعلقة صغيرة سكر، ومعلقتين كبار خل الأبيض. خل العنب المهم نوع من الخل الأبيض، خل العنب، خل الأبيض، مو مشكلة أبدا. وبتكون المي أنا بغليها وبعقمها، وبعدين بخليها تبرد، وبعدين بحط المكونات، بحط شوية كزبرة كمان وحبات الثوم، وهيك بشرح كمان شرايح ليمون وبحط بيناته. وعن جد بتاخدي أطيب وألذ مخلل ناجح 1,000,000%. وبتمنى صبايا مثل ما انتم شايفين جينا لنهاية الفيديو، وفي هذا الجزء الأول من الفيديو، وبتمنى يكون عجبكم. وإذا عجبكم لا تنسوني من اللايك والاشتراك والضغط على زر الجرس مشان يصلكم كل جديد. فضلا وليس أمرا. باي باي.